السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جزء الخاص بمظاهر سطح قارتي آسيا وأوروبا. ايه هي مظاهر السطح؟ مظاهر السطح دي اللي هي أشكال سطح الأرض، يعني الجبال والهضاب والتلال والأودية وكمان المنخفضات والسهول اللي موجودة في قارة آسيا وقارة أوروبا. طيب، هي أشكال سطح الأرض دي أو مظاهر السطح ملهاش اسم تاني، ليها اسم كمان هو التضاريس. طيب، يا ترى إيه هي مظاهر السطح اللي موجودة في قارة آسيا وموجودة في أوروبا؟ قبل ما أعرفك عليها الأول لازم أقول لك إن قارة آسيا ديت السلاسل الجبلية اللي فيها والهضاب بتاخد نص مساحة قارة آسيا. طب في أوروبا؟ لأ، ده أنت هتلاقي في أوروبا نص أوروبا الشمالي هتلاقي فيه سهول منبسطة مش مبسوطة، لأ، سهول زي ما تكون متسفلتة أو سهول تقدر تمشي فيها عدل. طيب، دي موجودة فيها ايه؟ تلال وهضاب، بس خلي بالك دي قليلة الارتفاع. امال الجزء الجنوبي بتاع أوروبا دي هتلاقي فيه السلاسل الجبلية المرتفعة. طيب، يا ترى ايه اهم الجبال اللي موجودة في قارة أوروبا؟ أوروبا موجود فيها سلاسل جبلية ضخمة. ايه ده؟ مش جبل واحد، لا، سلاسل. يعني ايه سلاسل؟ يعني جبال جنب بعضها. خلي بالك الجبال دي شاهقة الارتفاع، شديدة الارتفاع، وامتدادها كمان كبير. طيب، قارة آسيا لوحدها بتضم حوالي 30 أو بتضم حوالي 42 قمة جبلية. بينهم أو في ال 42 قمة ديت هتلاقي 30 قمة جبلية من أعلى قمم الجبال اللي موجودة في العالم. طيب، يا ترى ايه أهم الجبال اللي موجودة عندي في قارة آسيا؟ هتلاقي هنا في الوسط جبال الهيمالايا. جبال ايه؟ الهيمالايا. وجبال الهيمالايا دي أضخم السلاسل الجبلية اللي موجودة في العالم. هتلاقي فيها أعلى قمة جبلية في العالم وهي قمة جبال إيفرست. قمة جبل ايه؟ إيفرست. طب ارتفاعها كام إيفرست ده؟ 884848. تاني بقى من الأول، الجبال في قارة آسيا هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي في آسيا سلاسل جبلية شاهقة الارتفاع عظيمة الامتداد. طيب، زي ايه؟ في وسط آسيا هتلاقي جبال الهيمالايا، ودي أضخم سلاسل جبلية في العالم. هتلاقي فيها أعلى قمة جبلية في العالم وهي اسمها ايه؟ إيفرست. طب ارتفاعها كام؟ 8848 متر أو 8848. طيب، أمال بقى في أوروبا؟ في أوروبا بتحب الجبال، فهتلاقي الجبال في قلبها. فأوروبا الجبال فيها اسمها جبال الألب، لكن اسمها بيختلف من مكان للتاني في أوروبا. عندي مثلا هنا في شبه جزيرة البلقان هتلاقي جبال الألب الدينارية. وكمان هنا ما بين فرنسا واسبانيا هتلاقي البرانس. مش وانت خارج من الحمام بتلبس بورنوس؟ بورنوس ده معاها ايه؟ برانس. فهتلاقي ما بين فرنسا واسبانيا جبال البرانس. يبقى تاني، ملأ الجبال في قارة اوروبا هتلاقيها دايما في قلبها. الجبال دايما في اوروبا هتلاقيها دايما في القلب. اسمها ايه؟ جبال القلب. بس بيختلف مسمى الجبال، فهتلاقيها في شبه جزيرة البلقان جبال قلب الدينارية. وبين فرنسا وبين فرنسا واسبانيا هتلاقي جبال اسمها البرانس. طيب، تمام. اعلى قمة جبلية في اوروبا اسمها ايه؟ مون بلان. اسمها ايه؟ مون بلان. ارتفاعها كام؟ 4800 متر. كام؟ 4800 متر. طيب، والهضاب في قارة آسيا هتلاقيه هضاب. طيب، زي ايه؟ في الوسط برضو، في وسط آسيا هتلاقي هضبة ايه؟ التبت. واحدة صاحبتك أو واحد صاحبك مزهقك أو مزهقاكي
بتقولي ييه اصل البت دي تبت قوي. هي هضبة التبت موجودة فين؟ في وسط اسيا. خلي بالك هضبة التبت دي اعلى هضاب العالم، اسمها ايه او بتعرف باسم ايه؟ سقف العالم. وهنا ممكن يجيب لي سؤال بما تفسر. تعرف جبال او تعرف اسف هضبة التبت بسقف العالم. طيب ليه؟ هقول لك لارتفاعها عن قمم بعض الجبال. طيب عندي جبال تانية. عم محمد اشترى دكان وسماه هضبة الدكن. موجود فين؟ في الجزء الجنوبي في الهند. موجودة فين بالظبط؟ الحتة الجنوبية في الهند ده ايه؟ طيب ايه كمان؟ شبه جزيرة سينا دي كلها اسفة شبه الجزيرة العربية دي كلها هضبة. طب دي موجودة فين؟ في غرب قارة آسيا. تاني عندي هضاب مرتفعة في قارة آسيا. طب زي ايه؟ زي في وسط القارة هتلاقي هضبة التبت. زي في وسط القارة هتلاقي هضبة التبت. أعلى هضاب العالم واسمها سقف العالم. طيب ليه؟ لأنها أعلى من قمم بعض الجبال. عندي ايه كمان؟ عم محمد اشترى دكان في الجزء الجنوبي من الهند. طب سماه ايه؟ هضبة الدكن. وكمان شبه الجزيرة العربية في غرب القارة هتلاقي فيها هضبة. طب اسمها ايه؟ هضبة شبه الجزيرة ايه؟ العربية. طيب امال بقى اوروبا ايه هي الهضاب اللي موجودة فيها؟ فيها عدد قليل من الهضاب ومساحتها كلها مختلفة. طيب زي ايه؟ هضبة المازيتا او المازيتا، ودي بتشغل معظم اسبانيا. هضبة المازيتا او المازيتا ودي بتشغل معظم اسبانيا. وايه كمان؟ هضبة فرنسا الوسطى ودي في فرنسا. هضبة فرنسا الوسطى ودي في فرنسا. هضبة فرنسا الوسطى هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في فرنسا. هضبة فرنسا الوسطى هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في فرنسا. امال السهول؟ انا هتكلم الاول عن السهول الفيضية. ايه السهول الفيضية؟ اللي موجودة حول الانهار، ودي بتتميز بايه؟ بتتميز بتربتها الخصبة الصالحة للزراعة. يعني ايه النشاط اللي موجود عندي ينفع يقام في السهول الفيضية؟ الزراعة. تمام. طيب انا عندي في قارة اسيا 7 انهار. تمام. طيب اول حاجة هتكلم عن مين؟ عن الانهار اللي في الجزء الشمالي، اللي في السهول الشمالية، اللي هي سهول سيبيريا. اسمهم ايه؟ اوب، ينسي، لينا. اوب وينسي ولينا في السهول الشمالية يعني سهول سيبيريا. نهر ايه؟ اوب وينسي ولينا في السهول الشمالية يعني سهول سيبيريا. بس خلي بالك بتفقد قيمتها الاقتصادية في فصل الشتاء. اشمعنى؟ عشان المية بتاعتها بتتجمد في فصل الشتاء فما بينفعش يتزرع حواليها. عندي كمان في سهل الصين في انهار زي ايه؟ زي اليانجتسي. انت بتعطس بتقول ايه؟ اتسي يعني يانجتسي. تمام. فين بالظبط؟ سهل الصين اللي هو ايه؟ اليانجتسي. هتلاقيه هنا نهر اليانجتسي. وخلي بالك ده اطول انهار اسيا والتالت بين اطول انهار العالم. طيب عندي ايه كمان؟ عندي سهل منشوريا في نهر امور. عندي سهل منشوريا في نهر امور. عندي سهل منشوريا في نهر امور. امال في الغرب هتلاقي نهرين، دجلة والفرات. دجلة والفرات. امال في الغرب هتلاقي نهرين، دجلة والفرات. اما في الجنوب هتلاقي ايه؟ نهر السند. اما في الجنوب هتلاقي ايه؟ نهر السند. طب ما تقول الانهار يا مس بس من غير
ما تقولي بس الأنهار يا مس من غير الفرات. طيب تاني، عندي في الشمال نهري ايه؟ أوب ينسي ولينا. أما في الشرق نهر أمور سهل المنشورية. أما تحته في سهل الصين هتلاقي نهر اليانجتسي. أما هنا جنبي الهند في نهر السند. أما عند العراق دجلة والفرات. طيب دي الأنهار اللي موجودة في قارة آسيا. عندي كمان أنهار موجودة في قارة أوروبا، بس قبل ما أقول الأنهار هقول لك السهل الأوروبي العظيم ده أكبر السهول الفيضية اللي موجودة في آسيا، بيتميز بالتربة الخصبة، وطبعا موجودة مية حواليه عذبة. في أنهار بتجري فيه زي إيه؟ زي نهر الفولجا، وده أطول أنهار أوروبا. زي نهر الإيه؟ الفولجا، وده أطول أنهار أوروبا. عندي كمان هنا أهو نهر الدانوب، نهر الدانوب. وكمان إيه؟ نهر في الراين، بس مش عليك، اعرف اتنين بس اللي هما نهر الفولجا أطول أنهار القارة، وكمان نهر الدانوب. طيب هي الأنهار اللي في أوروبا دي ساعدت على إيه؟ على التنمية الزراعية وسهولة الاتصال بين أجزاء قارة أوروبا. عندي كمان السهول الساحلية اللي هي بتبقى موجودة فين؟ موجودة على سواحل البحار والمحيطات. طيب قارة آسيا بتيجي في المرتبة الأولى من السهول، اشمعنى؟ بتطل على المحيط القطبي الشمالي، على المحيط الهادي، على المحيط الهندي، غير البحر الأحمر والبحر الأسود والبحر المتوسط. تمام. طيب هي بتتميز بطول سواحلها بسبب ايه؟ 3 حاجات: كثرة الخلجان، الأذرع المائية الموجودة بها، واتساع مساحتها. يبقى تاني لو قال لي بما تفسر تطول سواحل قارة آسيا أو تحتل آسيا المرتبة الأولى في طول السواحل بسبب إيه؟ اتساع مساحتها، كثرة الخلجان، الأذرع المائية الموجودة فيها. أمال قارة أوروبا بتتميز بإيه؟ بتتميز بالسواحل بتاعتها، بس بتتميز بكثرة التعاريج. يعني أنا لو جبت ورقة وقلم مش هعرف أرسم أوروبا بسبب كثرة التعاريج الموجودة فيها. طيب لو جاب لي إيه النتائج اللي ترتبت على السواحل وكثرة التعاريج الموجودة في أوروبا؟ إنشاء العديد من الموانئ الطبيعية. واتفقنا الموانئ الطبيعية زي إيه هي الموانئ الطبيعية؟ الميناء الطبيعية أو الميناء هي المكان اللي بتركن فيه السفينة. طب أشهر الموانئ اللي عندي في قارة أوروبا ميناء روتردام اللي موجود في هولندا. السهول الساحلية دي كلها نفس المساحة؟ أقول لك لا، مساحتها بتختلف أو اتساعها بيختلف من قارة أو من قارة آسيا لقارة أوروبا، من منطقة لأخرى يعني. طيب ليه؟ على حسب هي قريبة من المرتفعات ولا لا، أو بعيدة عن المرتفعات ولا لا. يعني لو جاب لي سؤال بما تفسر قال لك فيه يختلف اتساع السهول الساحلية بقارتي آسيا وأوروبا من منطقة لأخرى، هنقول لإيه؟ يرجع ذلك إلى إيه؟ لاقتراب أو ابتعاد المرتفعات عن المسطحات المائية. يعني الكلام ده يعني لو الجبل قريب من السهول الساحلية، السهول الساحلية دي هتكون ضيقة. لو الجبل أو الهضبة بعيد عن السهول الساحلية هتكون السهول الساحلية دي متسعة. لكن للأسف السهول الساحلية بتتعرض لتهديدات في آسيا وأوروبا. اشمعنى؟ علشان التهديدات دي زي إيه؟ زي التلوث اللي أنا بلوث المية، زي التغيرات المناخية، زي الاستغلال المفرط للسهول الساحلية. كمان في قارة آسيا في مجموعة من إيه؟ من الجزر، زي الجزر المنفردة وهي جزيرة سريلانكا موجودة جنوب الهند، وزي كمان أرخبيل اليابان، زي كمان أرخبيل أندونيسيا، وفي كمان أرخبيل الفلبين. يعني إيه كلمة أرخبيل؟ مجموعة من الجزر المتجاورة، حوالي 10 جزر جنب بعض. المجموعة من الجزر دي اسمها أرخبيل. يعني في الامتحان لو جاب لي ما المقصود بالأرخبيل، هو مجموعة متجاورة من الجزر. ايه هو الأرخبيل؟ هو مجموعة متجاورة من الجزر بيكون عددها حوالي 10 جزر جنب بعض. كده خلصنا الدرس. سلام.